السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ ام دونا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. والنهاردة هنعمل مع بعض فطيرة مشلتت محشي كريمة وبالمكسرات والسكر البودر، والأجدع فطاطري بدون فرد وبدون توريق وبمكونات بسيطة جدا وما تكلفش معانا حاجة، وطريقته سهلة وطعمه بصراحة تحفة جدا وشكله ما يتخيرش عن بره. يلا بينا اضغطوا لايك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال والعظمة والحلاوة دي عملناها مع بعض ازاي. ونبدأ نسمي الله كده ونبدأ مع بعض نعمل الكريمة. معايا كوبايتين لبن، طبعا اللبن بتاعي لبن حليب بارد مش سخن. هنزل عليه بثلاث معالق سكر حبيبات، ومعلقتين كبار نشا، ومعلقة دقيق، ورشة فانيليا أو كيس فانيليا. وهنقلب المكونات دي كويس جدا على البارد، نقلبها بالمضرب كده على البارد عشان طبعا تفك معانا كده. وهنرفعها على النار مع التقليب المستمر لما تبقى قوامها كريمي بالشكل ده كده. تمام، دلوقتي بقى نبدأ مع بعض كده نجيب الصينية بتاعتنا. معايا طبعا الدهان بتاعي، خليط من السمنة على الزبدة مسيحاه بالشكل ده كده. وهنبدأ بقى مع بعض جايبين لفة جلاش، نفتحها بقى بالشكل ده. لفة الجلاش بتاعتي جت مقسومة نصين، يعني مقسومة كده بالطول نصين. طبعا هتشتغل وتحفة جدا وهتنفع، مفيش حاجة بتترمي. ولو مهرودة حتت ومفتفتة خالص هتشتغل برضو، ما تضايقش نفسك. نبدأ بقى نفك ورقة ورقة بالشكل ده كده، ونرص نصها جوه الصينية ونصها بره الصينية بالشكل ده كده. الجنب التاني برضو بنفس الطريقة، نص الورقة بره ونص الورقة جوه. والجنب التاني هنقفل الجنوب كلها بالشكل ده. ونبدأ بقى ندهنه بإيه؟ بخليط التوريق بتاعنا ده كده. نبدأ برضو طبقة تانية نرصها بنفس الطريقة بالشكل ده كده، نص الورقة جوه ونصها بره. طبعا دي ورقة مقطوعة برضو خالص اهي، هتشتغل برضو، مفيش حاجة بتقول لأ. تمام، نفرد الطبقة دي برضو. نفرد دي بقى كويس، ونبدأ برضو ندهنها بالايه؟ بخليط المادة الدهنية بتاعتنا او خليط التوريق بالشكل ده كده. هنكمل بقى. كملنا بقى لفة الجلاش كلها بنفس الطريقة. ودي كده ورقة حطيتها كده في القلب، وهنزل عليها دلوقتي بالكريمة بتاعتي. طبعا الكريمة بتاعتي سخنة، طبعا لازم اما تكون باردة قوامها بيتقل عن كده. وهنفردها بالشكل ده. دلوقتي بقى انا هرش عليها بقى، هنزل عليها بشوية سوداني مجروش وشوية زبيب وشوية جوز هند. طبعا ده يعني الرشة دي اختياري لو متوفر عندك، او فستق مجروش او اي مكسرات عندك، او لو حابة تسيبيها بالكريمة بس ده حاجة ترجع لك عادي
بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نقفل ورقة ورقة برضو، ننزل ورقة نقفل الجنب كله ونديله برضو رشة سمنة، ندهنه برضو سمنة كده بالخليط بتاعنا بالشكل ده كده. ننزل برضو كده طبقة طبقة بالشكل ده وندهنها برضو. ما خدتش مني دهون كتير، اللي هو الخليط السمنة والزبدة ده، يعني يا دوبك ربع كوباية اللي انا شغالة بيه، وما شاء الله كفت وكانت جميلة جدا وكانت مورقة خالص، يعني مش كمية كبيرة ولا حاجة. بنقفل وندهن بالشكل ده كده. بعد اخر طبقة برضو نقفلها كده وندهنها، ندهنها كويس جدا تحت وفوق وكله. دلوقتي بقى انا معايا ورقتين بقى كنت شايلاهم على جنب بقى، هلفهم على الوش بالشكل ده كده زي ما هنشوف. نعملها كده والتانية جنبها كده ونقفلها بقى ايه، نتنيها لجوه بالشكل ده عشان تاخد شكل متساوي كده وتبقى مقفولة كويس جدا. نتني الاطراف بتاعتها كده لجوه بالشكل ده كده. وندهنه برضو بخليط السمنة بتاعنا كده، نكون خلصنا. ندهنه بقى بدهنة كويسة كده. دلوقتي بقى انا هسويها على عين البوتاجاز، مش هدخلها الفرن. دلوقتي على عين البوتاجاز على نار وسط كده زي ما احنا شايفين، وهنحطها كده وهنغطيها بصينية ونرجع نبص عليها. دلوقتي ما شاء الله الجنوب بدأت تتحمر اهي. نجيب الصينية اللي احنا كنا مغطيين بيها ونقلبها بالشكل ده. قلبتها بالشكل ده، لقيت طبعا النار كانت عالية ونسيتها فلسعت مني، فمش مشكلة الجنب التاني هنحمره كويس. وطبعا الفيديو فصل وانا بكب هنا نص كوباية لبن دافي محلي سكر بودرة، رشناها على الفطيرة بتاعتنا. ودلوقتي سكر بودر وهقلبها بقى على طبق تقديم بالشكل ده. لقينا طبعا ده الجنب التاني والجنب المتحمر ده فضل تحت، وده ظهرها كده ما شاء الله شكلها تحفة جدا. وزيناها بقى برضو بمكسرات وبسكر بودر، والفطيرة بتاعتنا طرية ومورقة ومسقية لبن وتحفة جدا بصراحة. هنشوف الوقت التوريق، نقطعها بقى مع بعض كده. طبعا الفطيرة بتاعتي لسه سخنة والكريمة سايحة شوية فلازم تبرد طبعا، بس هنشوفها مع بعض. الله على الجمال بجد، جميلة جدا وشكلها يشهي. طبعا الظهر اللي متحمر معانا باين. نشوف بقى الطبقات دلوقتي ما شاء الله مورقة جدا، بس بصراحة هي سخنة مش عارفة افتحها كويس، بس طبقات ومورقة حلوة جدا. ونشوف جمال الطبقات بتاعتنا كده وما شاء الله شكلها تحفة جدا وشكلها يشهي.
ما ورقناش وما فردناش وما عجناش، وشكلها تحفة جدا وطعمها جميل، واتكلفت معانا 25 جنيه بس. طبعا احنا لو بنشتريها من المحل هنشتريها ب100 جنيه او اكتر. ويلا اعملوها وفرحوا ولادكم وهتعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تحطوا لايك، وباي باي.